السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تم صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مرة تشوفوا القناة فعلي حالا زر الجرس على الكل، دوسوا سبسكرايب، الاشتراك، الزرار الاحمر، واللايك والتعليق احلى وارق فراولايه في حياتي. ايوه المفروض كنت اعمل كده قبل بداية الفيديو، ما علينا. وحشتوني جدا 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 جدا، بحبكم قوي 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 قوي. مبسوطة جدا النهارده في الفيديو ده كذا سبب. هنتكلم عن العنوان اللي انا قلته المره اللي فاتت عن القناه الجميله اللي اسمها كراميلا شانل. عايزه اقول لك في كلام جامد قوي هنقوله، ماشي؟ كمان النهارده معانا زي ما انتم شفتوا في المقتطفات هنعمل النهارده ديكور سفره رمضان، اول ديكور لينا لسفره رمضان. يلا يا جماعه عدوا بقى، عدوا يعني. شوف انا مدلعكم اخر دلع، تبداوا تاخدوا افكار وحاجه بمنتهى البساطه، حاجه انت مش هتتخيليها ومش مكلفه، ممكن تنزلي حالا تجيبيها. خلاص. كمان حاجة حلوة قوي حصلت، انا مبسوطة جدا 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 جدا. فكنت راكبة الميكروباص وراجعة، فببص لقيت مفاجأة حلوة قوي قوي وحد جميل جدا جدا قابلته في الميكروباص. طبعا مش هحرق لكم كل ده دلوقتي، هنحكي وهنقول. كمان في الفيديو ده بنات انا اخداكم فلوج جولة. انتوا طالبين ان انتوا تخشوا المحلات بتاعه ديكورات رمضان، انا فاهمه، والمحلات بتاعه الديكورات في العموم. فانا ماشيه وانا ماشيه، دي اغنيه. انا وانا ماشيه. ما اكيد انا وانا ماشيه يعني هكون انا وانا يعني انا التانية دي حد تاني وانا ماشيه. المهم اتلاقيت محل ديكور جامد 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 اخر، يعني جامد اخر حاجه والله العظيم كده كده. بصوا بقى، استحملوني النهارده عشان انا النهارده يعني عارفين ان مش عارفه دماغي مهيبره النهارده خالص، مش عارفه ليه. بصوا هنعمل مع بعض. هنبدا اول حاجه بالديكور. الديكور ده سهل جدا 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 جدا. الوقت لما هقدم لكم دي مكه بتوريكم الفانوس، ما تاخدوش في بالكم. لما هنبدا فيه ان شاء الله هوريكم ان انا استخدمت حاجات سهله سهله جدا، وان شاء الله باذنك يا رب تقدروا كلكم تعملوها بطريقتكم وبذوقكم انتوا كمان. اللي هو الديكور عبارة عن هو هيبقى الاسود وفي داخل فيه الجولد. خلاص كده. بس هنا مكة بتوريكم دي، بس نسمع صوتها. لا لوش بيضحك. انت عامله لها اللي ايه ده ايه ده؟ ايه هو؟ امسكي كده. دي ايه؟ دي خدود. ودي بق ودي مراخير. ودي عينه. قولي بطيخ كده. بطيخ. عنيخ. بطيخ. ماما ماما. هسيب عشان نحط. شفتوا مكة فراولاتي بتقول لكم بطيخ. المهم اول حاجه طبعا مبدئيا كده اعتذار واجب مني جدا تجاه القناه الجميله اسمها كراميلا شانل. طبعا اللي حصل انا بضحك ليه عشاني انا بتخيل منظري وشكلي وانا بعرف. بصوا يا جماعه، هو اللي حصل كالاتي. هو انا الفيديو اللي قبل ده باتنين، يعني 2 فيديو قبل ده كنت انا كاتبه عنوان ان ديكورات رمضان وبيتي وكلام من ده، فبنيجي نعمل ايموشن على كلمه بيتي ده بنات، فبنعمل ايموشن بنجيب بيت يعني. فبصوا اختكم نقت من ضمن القماشانات كلها بيت جميل ولذيذ ولطيف ولونه بينك. انا شفته من بعيد كده، اصل هو اصلا الايموشن انا بمنتج في التليفون، فالايموشن قد كده صغير خالص، في دوبك شايفه ان هو شكله بينك، فعجبني قلت بينك بقى وبنات وكده وفراولاتي وحطيته. فالمهم هي جزاها الله خير طبعا، لا انا بس انا كنتش عارفه ده. فهي دخلت تكتب لي ايه هو انا هدخل عند كل واحده. عموما اولا كل سنه وانت طيبه، ثانيا اللي في العنوان ده بيت، اللي في العنوان ده كنيسه مش بيت. طبعا هي الست، يعني هي الست زي الفل، يعني اللي هي بتقوله ده حاجه جامده يعني. انا بقى فهمته حاجه تانية خالص. انا بقى ما اعرفش هي بتتكلم عن الايموشن، وتخيلت ان هي بتتكلم على بيتي انا، ان بيتي انا كنيسه، فعشان كده اتكلمت في الفيديو اللي عدى ده. بس برضو انا كنت والله العظيم حاسه ان في حاجه غلط. يعني انا في الفيديو اللي فات لما انا قلت لكم هو ممكن يكون الكيبورد هي خانها الكيبورد قام كاتب حاجه تانية، او ان القناه متهكره. انا اظن ان انت ست محترمه فعلا، ده كان احساسي والله. فبص لقيتكم طبعا سبحان الله زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى، يعني انا ما خدتش الكلمه وزعلت وخلاص، كويس ان انا فضفضت معاكم، فاهميني؟ وكمان ليه هدف من الفضفضه، لان انتوا اكيد بتبقوا عارفين يوتيوبرز اكتر. يعني انا كذا مره الاقيكم بتقولوا ده مش عارفه مين، فبلاقيكم متابعين ناس كتير.
فالحمد لله وفعلا طلع حصل ان انا فعلا لقيت ليها متابعات هنا حلوين امارات. فعشان كده قلت لكم الناس اللي بتتابعها يفهموني هو اسلوبها ايه او هي كلامها ايه، انتوا تعرفوه اكتر مني يعني، بما انكم بتتفرجوا هتبقوا فاهمين يعني تعليق زي ده يجي من واحده يعني كويسه اكيد في حاجه غلط. وفعلا سبحان الله ده اللي حصل. لقيت تعليقاتكم بقى كلها يا خبر ابيض يا خبر ابيض على اول التعليق. طبعا اول تعليق لان ده اول حاجه عرفتها. لا يا واحده بتقول لي بتضحك وعامله لي ايموشن بيضحك، تقول لي يا ليلى هي قصدها على الايموشن اللي في العنوان. يا خبر ابيض، انا عايزاكم لو ينفع كنت اصور نفسي وانا مقتول على نفسي من الضحك وانا متخيله ان المعنى معنى تاني. يا خبر ابيض يعني عذرا يا جماعه. وانا من هنا بجد بقول لك بجد والله يعني سبحان الله يعني يمكن الموقف ده حصل عشان تعرف بيكي. اولا هي سيده سعوديه وما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك زي العسل. كفايه يا جماعه ان هي ذوق. هي اولا نيتها حلوه جدا طبعا يعني ان هي تهتم وتدخل وكده وبتقول هي قصدها كلمه واحده تقريبا كذا واحده يوتيوبرز بنقوم حاطين البيت ده لان الايموشن جامد جدا امور يعني بينك بقى وشبه البيت. لكن فوق في الاخر فوق هتلاقي في صليب كده ناحيه البيت ده الايموشن. فاهمه حاجه؟ فهي جزاها الله خير يعني هي بتبقى ده بتاخدها يعني ان شاء الله ان هي تحتسب الاجر عند ربنا. هي بتفهمنا يعني عشان ما نكتبش حاجه مثلا كده يعني. بس حسوله قوي بصراحه لا وذوق. وفضلت بقى يا نهار ابيض بقيت مكسوفه جدا. ردت عليا في التعليقات ففهمتني قلت لها حبيبتي معلش عذرا وليكي عندي حق اعتذار لان ده حقها. ست ذوق قوي 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 وجميله واسمها ايه متواضعه لذيذه كده. لا الله شبهنا كده بتتكلم عادي. انا بحب الناس اللذيذه دي البسيطه الجميله دي بصراحه. فهي بصراحه عسل يا سكر خالص يعني. ربنا يجازيكي خير يا رب يا كراميلا شانيل. ويا رب هي كريمه اسمها كريمه يعني عرفت من التعليقات بتاعتكم. ربنا يا رب يجازيكي خير ويا رب تبقي احسن القنوات ويجعله في ميزانك يا حبيبتي. وذوق بجد انت حد ذوق وقمر. وده ان كنا هنتعلم منه ان الواحد ما يتسرعش ويحكم على حد كده الا لما يفهم الاول. لازم نفهم وخصوصا لما تلاقي الحسن حاجه غريبه. انت منين كاتبه كل سنه طيبه منين الكلام اكيد في حاجه غلط. فده برضو انا نفسي اتعلمت ايه الحمد لله انا ما اندفعتش قوي. بس برضو كنت كمان لازم ابقى عندي حسن ظن اكتر من كده كمان يعني. انا اتعلمت حاجه زي كده. فكده بحبكم قوي قوي قوي. امبارح بقى يعني تلاقيت موقف يعني قمر قوي قوي قوي. فكنت راكبه الميكروباص عادي جدا وقاعده كده بقى ويعني ايه ومنشغله بحالي بقى. وبص لقيت واحده قدامي كده منتقبه وبتلف يعني هي قاعده الكرسي اللي قدامي كده وبتلف وبتكلمني بتقول لي انت ليلى فوزي؟ قمت بصيت لها كده قلت لها ايوه مين؟ قالت لي بجد انت ليلى فوزي؟ قلت لها ايوه انا ليلى فوزي. قالت لي انا عارفاكي. قلت لها ايوه اهلا وسهلا مين بقى؟ عايزه اقول لها انا هي اكيد طبعا هي دلوقتي بتتفرج مثلا. عايزه اقول لها قولي لي بسرعه انت مين؟ اصل انا عارفه الدخله دي هقول لكم ليه بقى. قالت لي ايوه. قالت لي انا عارفاكي. قلت لها ايوه. قالت لي انا فراولايه من فراولاتك فاهلا وسهلا عامله ايه والكلام ده كله بجد يعني. يا نهار ابيض لما بقابل حد منكم يا خبر. بص انا بكلمكم دلوقتي وخدودي احمرت. بحس بكده فاهمين بتحرج قوي بتكسف بس بحاول ما اظهرش ده قدامكم يعني. هي حد جميل جدا اسمها فاطمه فوزي. هي كانت بتخش لي باكونت الفردوس الاعلى بتكلمني على الماسنجر فكرتني بنفسها. قالت لي ده انا بكلمك على الماسنجر والفيسبوك وكده بس بصراحه حد جميل قوي قوي. فبقول لها انت معايا يبقى انت بقول لها انت عرفتيني ازاي يعني. اصل بصوا اللي معايا من زمان يعرفني لكن اللي معايا من القناه هنا بس فقط او من هنا مش هيعرفني قوي في الشارع لان انا تقريبا القناه هنا تقريبا ما ظهرتش فيها. القناه الجديده دي تقريبا انا ما طلعتش فيها. تقريبا القناه القدام على ما اتذكر والله يا بنات انا مش مركزه. فقالت لي ايوه طبعا انا معاكي من القناه القديمه خالص اول قناه خالص مش عارفه ايه. فحبيبتي جزاك الله خير عني يا بطوط. فراولتي ما يعني ما كانش في وقت ان انا اخدك بالحضن. كان نفسي احضنك واسلم عليكي وتقريبا كان معاكي بنوتك القمر. بصراحه احرجتني جدا حد ذوق قوي ودفعت لي يا بنات كسفت جدا. فجزاك الله خير عني والله بجد انا مبسوطه قوي. وعايزه اقول لك ان انا فضلت بقى طول الطريق سعيده مبسوطه بنبسط اول ما بقابل حد منكم
وقابلت ناس كتير بصراحة وبيعرفوني، ربنا يجزيكوا خير، سواء كان في بورتو أو كان في أي مكان. فأنا ببقى سعيدة جدا 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 يعني. حتى كنت بتكلم وبقول إن بحس لما حد أما ده بيحصل إن ده بيبقى جبر من ربنا، يعني عارفة اللي هو إيه، يعني ربنا بيبعت لك حد كده إيه يقول لك حاجة حلوة، ان انت حد بيحبك، حد بيحبك من غير اي حاجه. يعني مثلا اصل بصوا على مجال اليوتيوب هنا في على الابليكيشن ده، اللي هيحبك هيحبك ليه من بدون، يعني لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. فطب ليه؟ ما هو اكيد الحب كده صافي ما فيهوش اي هدف، فبتحس ان الحب ده بيبقى جميل قوي بجد، ما بيبقوا بيحبوك قوي. وانا بحس بده في رولاتي لما بيشوفوني انا بيوصل لي لا بيوصلني الاحساس. اي نعم ببقى مكسوفه ومكسوفه وحاجه يعني كده، بس خلي بالكم اللي قدامي ما يحسش ابدا، يعني في بطوط دي استحاله تحسي، وانا واثقه ان اي حد قابلته في الحقيقه استحاله يحس ان انا مكسوفه في الحقيقه، لكن انا ببقى مكسوفه جدا جدا، بس ببقى عايزه احضنكم وابوسكم، مشاعري بتبقى ايه فياضه قوي قوي قوي. فاللي يقول لي بقى قناتك صغيره، قناتك مش مليونيه لسه، لا يا جماعه تعالوا شوفوا فراولاتي بقى، تعالوا شوفوا الحبايب بقى، حبايب بجد يعني. فربنا يا رب يا رب يا رب يجازيكم خير عني، وانا بحبكم قوي، واتمنى ان هي تشوف الفيديو ده ان شاء الله، وكل فراولاتي والله يا رب اشوفكم واقابلكم. انا سعيده جدا بمقابلتكم حقيقي يعني. نتكلم بقى على ديكور القمر ده. بصي لو تاخدي بالك في الاول خالص انا طلعت لكم قماشه، وبعد كده طلعت لكم القماشه اللي هي من الاطراف دي، لونها الذهبي. حلو. الاولانيه دي قماشه عاديه، كنت انا بنات جايباها القماشه العاديه الاسود، كنت جايبه قماش ملايات اسود من عندي، من يا ليلى من عندي ثابت فين، ثابت عند جامع توفيقي، وكان العرض عرضين وبتجيبي بالمتر، فكنت جايبه اصلا بكميه عشان عندي ملايه سودا جوه وعامله ديكور، واتبقي دي. حلو ده حلو ده. طيب والجزئيه دي ايه اللي انا حطاها حالا وحواليها اللي هي الاطرف بتاعتها فيها ده الاصفر ده او الذهبي، دي فيزون كان قماشه الفيزون اللي هي الطريه الناعمه قوي دي، فكنت جايبه بس الجزئيه دي. حلو ده. ف وعزه تقريبا اللي عملت لي الاطرف دي ما جودتهاش خياط ولا حاجه، والموضوع بسيط يعني. انا شوفوا بتكلم في ان انت ممكن تجيبي القماش اسمه ايه يا ربي، بفت اسمه ايه يا بنات، والقماش القطن ده، القماش القطن ده خالته هترد عليا دلوقتي، خالته نعمة هترد عليا دلوقتي، خالته قماش الملايات، خالته اسمه ايه انا نسيت. المهم فبقول لك ممكن تجيب القماش ده، وهو الاسود، بما اننا يعني بنشتغل في الاسود لان احنا محتاجين النهارده ديكور فخم شويه. حلو. وبتعملي له الحاجات اللي على الطروف دي بس. خلاص. عندي بقى هنا في النص اللي انا عملتها اللي هي اللون اللي هي الذهبي، اللي هي فتافيت السكر، قماشة فتافيت السكر دي. القماشة دي بنات كانت من عند محل شهبو إيه اللي هو في بعد أورانيا. بس القماشة دي بنات جايباها من حوالي 4 سنين أو أكتر بقى، لا أكتر 4 سنين أو 4 سنين ونص، معرفش دلوقتي متواجدة عنده ولا لأ. الشاهد يعني هتلاقوها، ممكن لو ما كانش يبقى الترتر القلاب تعملوا اللي هو اللي بيلمع اي حاجه، لان بصي بما اننا استخدمين لون قاتم اللي هو الا وهو الاسود، خلاص لازم نحط في النص حاجه بتلمع او حاجه توضح الدنيا. خلي بالكم مجازفه كبيره انك تعملي ديكور باللون القاتم الاسود، ولكن الجرأة في انك تعمليه وتعرفي ازاي تحليه. حلوه دي. يعني احنا هنا مختارين الاسود لون قاتم جدا يكاد يعني فاهمه، بس الديكوريشن اللي انت بتعمليه او ان انت بتخلي الالوان كلها ميتشنج مع بعض، فبينقل لك الدنيا تانية. وعلى فكره اول ما بتخلصي الديكور بتاعك بتحسي ان انت احسنتي الاختيار، وفعلا ده اللي حصل. وعايزه اقول لكم على حاجه غريبه جدا، انا بجد بصوا، هو انا عملت طبعا الديكور ده من زمان يعني، من سنين بصوا اللهم ذكرني. حاجه غريبه لاحظتها ان انا هنا حتى كل بيت، يعني انا عملته في كذا بيت. حلو. فكل بيت ليه شكل تاني، يعني انا عملت لنفس الديكور بس لا هنا غير. يعني انا بصراحه مش عارفه انتوا اخدين بالكم ولا لا، بس انا ملاحظه ان هو هنا في البيت هنا احلى بكتير. يعني طبعا في كل مكان بيبقى حلو، بس لا هنا في روح تانية، في حاجه تانية كده.
ده اللي انا حاساه بصراحه، ده الاحساس اللي وصلني. حطيت كمان الافرع يا بنات بتاعه اللي هو اللون الجولد بالشكل ده، مش بشكل شبه بعض. خدي بالك انت كانك بترسمي لوحه بالظبط. بصي يا بنات، لما تاخدوا بالكم انا طلعت فرع من ناحيه ومش قدامه بالظبط نفس الناحيه، لا لا لا، انا مش عايزه اعمله شكل المنظر اللي هو النخيل، لا، عايزه اعمله شكل عشوائي اولا. ثانيا حلو، يعني حتى تحس ان العين مرتاحه، ما تحسيش ان في الاكسسوارز كتير. انا هنا لو تاخدوا بالكم ان انا استخدمت الاتنين طبق الاسود فقط. الاطباق دي كنت جايباها من هايبر 1 العاشر من رمضان. الشمعدان كنت جايباها من لو مارشي. الاتنين طبق اللي هم الرخامي اللي هم بتوع بولة الشوربه، كنت دول الاربعه من عند البهائي. حلو ده. حطيت كمان المسجد، شكل المسجد باللون الجولد، فشكله قمر قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه تحفه تحفه. فكده كده بصوا بقى، بصوا انا بجيب لكم المنظر ده مع منظر الريسبشن، اللهم بارك بجد، عظمه عظمه عظمه. يعني انا وانا بصور مش عايزه ابطل تصوير، انا مش بهزر والله، بعيدا عن ان والله بجد مش بجامل، بس بجد مش عايزه ابطل تصوير من حلاوه المنظر ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، تحفه 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 خرافي. بصي لما تدي ارضيات سيراميك فاتح، طبعا مش ده لان ده ما يخصنيش، ده يخص الشقه لان دي شقه مفروش ايجار يعني. فالارضيات الساده، الحوائط عندك فواتح مع البلاك اوت، بصي العبي زي ما انت عايزه بالالوان، وخصوصا لو هو لون زي الاسود سيد الالوان، يعني لو بيقول لك الاسود سيد الالوان. فبصي بقى، ولا كلمه ولا كلمه حرفيا. انا عن نفسي مش عارفه اقول لكم، ده الديكور ده انا بعده من اجمل ديكورات اللي انا عملتها بجد، مع انتوا عارفين انا بحب الالوان وبحب كده، بس هنا في فخامه، في شياكه، في ستايل خليجي قوي قوي قوي. ما بعملش ده الا بحس ان هو ستايل خليجي قوي قوي قوي. تحسي ان هو تيجي تشتغلي مثلا في الشغل تحسي ان هو تقولي ايه بيرفكت، ولا غلطه ولا غلطه بجد، اللهم بارك. حطيت كمان 3 شمعدان. زودت هنا بنات اللي هو الطبق اللي هو عليه الهلال الصغير ده الجولد برضو، بحيث ان هو على فكره ده ممكن تستخدميه تمر للتمر وتحطي بخور عادي. حطيت كمان اللمبه الشمعة اللي هناك دي، طبعا احنا اتفقنا ان اي شموع او حاجه ما تسيبهاش شغاله لوحدها. فانا سعيده بالديكور جدا 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 جدا، حاساه روعه 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 روعه. وطبعا هستنى رايكم تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم طلبتوا عايزين بقى يعني حاجات للديكورات جديده تحفه. طبعا هنا المحل اسمه بوتس. المحل يا بنات هتلاقوه قدام بجوار مسجد صلاح سليم، هتلاقوا يا بنات جنبه سوبر ماركت محمود الفار اللي هو في الاشلاء السواحل. تمام. بصراحه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. القطع اللي هي بتاعه البوتس بتاعه الزرع تحفه جدا. بصوا شايفين كمان الجريدي، انا بصراحه اول مره اشوف الماتيريال ده، حلو جدا. اشكال كلها المضلعه تحفه تحفه تحفه، يعني بصراحه حتى في الشكل ما شاء الله شبيهه بايكيا، ده كمان لو ما كانش احسن. انا شايفه ان الماتيريال جميل جدا. ده كمان شكل بوت الزرع بس بتبقى الورقه بتاعته اعرض شويه. بصي بقى لو انت مثلا بتحبي الحاجات على العسلي او على الجولد، فبصي عندك هنا كلمه هاوس تحفه، شايفه كلمه هاوس هنا تحفه. دي كده على ازاز يا بنات، في السيلفر وفي الجولد. طبعا انتوا عارفين انا هحط لكم اللينك بتاع المحل او الرقم بتاع التواصل، وانا هساله لكم اذا كان في تواصل للمحافظات او لا. اللي يعجبكم خدوا اي حاجه سكرين شوت وتواصلوا مع المحل اذا كان هيبعتها لكم او تسالوا عليها في الفون. بصي كمان شكل الاناناسه كده، شكل الاناناسه هنا كده شكل الجولد وشكل السيلفر. بصراحه انا اللي عجبني كلمه هاوس تحفه 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 يا بنات. دي عندي انا كنت اخداها برضو من هنا، اللي هي الشكل العجله اللي هي الجولد، الخامه بتاعتها جولد، وكمان شكل الصباره تحفه تحفه تحفه. بصوا ده كده شكل اللي هو البلاستيك، اصلا البوت الزرع بيبقى شكله اصلا بلاستيك كده. كمان شكل الاستانلس باشكاله كلها، ده لو انت بتحب الاستانلس. في مجموعه حلوه جدا من الكتب بتاعت الديكور. الكتاب ده شكله قمر قوي، واللي هو اللي عليه اللون الاورنج. الاشكال بتاعت الكتب جميله قوي بنات. فلو انت بتجددي او بتظبطي عشان خاطر رمضان ان شاء الله، فالحاجات هنا هتعجبك.
بصي بقى شكل الطابلوات تحفه 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 لو هتستخدميها في الريسبشن عندك. عندهم كمان شكل دي كده على شكل ورده. كمان عندهم يا بنات، انتوا سالتوني على ترابيزات الستانلس، فهم عندهم هنا الترابيزات الستانلس. في عندك مثلا هنا هو ده الطقم ده كده ب 5800. طبعا ده ستانلس يا بنات بس متغلف، بصوا هو متغلف. عندهم كمان شكل كمان الستانلس دي عشان لو انت بتدوري على الستانلس. وعلى فكره خامه الجوده الستانلس عندهم حلوه قوي. تمام. في ممكن تقريبا دي كده تقريبا فرداني، وفي 2 ترابيزه اهو. بصوا انا بالنسبه لي الطابلوهات دي تحفه، اللي هي على شكل الريش او على شكل الورقه الاخضر. شايفين بقى شكل اللي هو الازرقات التركواز مع الجولد، تحفه تحفه تحفه. هما بصراحه ما شاء الله لا قوه الا بالله عندهم مجموعه الطابلوهات حلوه قوي. دي بقى الاشكال اللي هي العشوائيه، اللي هو في ناس كتير بيحبوها، اللي هي بتبقى شكل معين حاجه معينه، مجرد الالوان تناسق الالوان شبه بتاعه الطابلوهات بتاعه بنترست. تحفه تحفه. وخامه الجوده الرسمه نفسها تحسها طبيعيه الى حد ما. شايفين شكل ورده التوليب؟ شايفين الطابلو ده جميل جدا يا بنات. بص بقى هنا لو انت عندك بقى غرف اطفال هتلاقي كل الاشكال كلها. عندك هنا شكل الزرافه، شوفي شكل الفيل فلافيله ده قمر قوي. شكل الغزاله حلو قوي في اوضه الاطفال، تجنن تجنن يعني. لا الطابلوهات بتاعت الاطفال قمر. بصوا ده عجبني قوي. هنا برضو الفيل قمر قوي. اليونيكورن تحفه فوق. لا بصراحه انا اللي عجبني اكتر الطابلوهات بتاعت الاطفال قمر قوي. بصوا تخيلي مثلا تحطيها عندك فوق مثلا سرير او على جنب. الالوان هاديه ورقيقه جدا بصراحه يا بنات. بصوا بقى هنا كل شكل الاشكال بتاعت الفازات، سواء الابيض او الاسود. كمان عندك هنا الترند بتاع الفازات دي بنات، مش عارفينه ده اللي هم بيبقوا 3 مع بعض. في عندك الجولد وفي عندك الابيض. عندك هنا كمان الفاز ده قمر قوي بشكل الازاز جوه وبعد كده بره الجولد. وعندك هنا بصي ورده تيوليب هنا تحفه تحفه تحفه. حتى كمان تحس ان الورده نفسها كبيره. هنا برضو نفس الحكايه، شكل الازاز وبعد كده من بره جولد، شكله جميل جدا. لو حابه بقى تغيري وتحطي مثلا فاز لون، فعنده ما شاء الله لا قوه الا بالله الالوان كلها. بصوا بقى هنا هتلاقوا شكل اللي هي الاباجورات. عندك هنا البيج، وهنا عندك الكافيه، عندك هنا الاوف وايت. بصوا بقى القمر، طبعا رمضان لا يخلو من المباخر يعني. عندك هنا حتى كمان عندك شكل المبخره الجرانيت والغطا بتاعها جولد، فحلو قوي سواء الابيض او الاسود. بصوا بنات شكل المباخر تحفه تحفه تحفه. دول برضو جزء تاني كده من المباخر جاي على شكل الازاز تقريبا، مش عارفه كده اشوف ده ازاز، لا ده بلاستيك فيه جولد يعني. بصوا عندكم الكبيره دي ب 400، حلوه قوي. ده قمر قوي بجد. اللي هي الشفافه دي تحفه تحفه تحفه. ده كده شكل حلو قوي للغزاله، حلوه جدا جدا جدا. عندك بقى بصي مش قادره اقول لك الوقت يعني. انا شايفه عنده هنا مجموعه الكتب صغيره يعني، مثلا مش حتى عن زي اللي عندي انا في البيت او كده، لا يعني دي كتيبات صغيره. حتى جاي لك اللي هو الديور والبرادا واللي هي كل اي حاجه ترند نازله فتلاقيها هنا تحفه. الاشكال يا بنات انا بصراحه ما شفتهاش في مكان تاني يعني. عندك شوفوا بصوا شكل الكتاب ده، اللون البيبي بلو مع الكافيه، يهبل يجنن يجنن حرفيا يعني. دي شكل الكتيبات. هنا بقى عندك شكل طبعا النتيجه ما فيش غنى عنها. وانا بصراحه عايزه اغير النتيجه بتاعتي، عايزه اجيب واحده لان مكه مش سايباني. شكلي ممكن اجيب اللي هي الاسود دي تحفه، هي ورق وبتغير يا بنات بالشكل بتاع اليوم وكده. انا طبعا انا كان عندي دي تقريبا، عندي كل الاشكال النتائج كلها. عندك هنا هتلاقي علبه المناديل بشكل الهوم سويت هوم هنا بشكل المناديل دي كلها. بصي شكل العلب بتاعه المناديل، سواء انت بتحبي الحاجه جولد او ابيض سيلفر اسود، هتلاقي الاشكال كلها. حابه حاجه تكتبي عليها او مكتوب عليها يبقى الثانيه.
بصوا بقى القطعه دي ممكن تحطيها في النيش او على مثلا عندك في اي مكان، هتبقى حلوه قوي. انا اول مره اشوف بصراحه الحاجات دي او القطع دي، بس ده تقريبا شكله رخام. في شكل هنا تاني هو للنتائج، في واحده ب 250 ودي سعرها حلو. دي عندي دي اللي فيها اللون البيبي بلو، دي عندي ودي عندي. ده بقى اللي قمر قوي، مدي البيج مع الابيض مع برضو حلوه 250 مع شكل اللي هو العلم ده، جميل جدا جدا جدا. بصوا بقى هنا كده كمان شكل الحاجات دي جميله قوي قوي قوي. شكل البلوره فوق الحاجه الجولد قمر قوي. بصوا بنات هنا ده كده شكل حلو قوي للغزاله، حلوه جدا جدا جدا. عندك بقى بصي مش قادره اقول لك الوقت ده، يعني انا شايفه عنده هنا مجموعه الكتب صغيره، يعني مثلا مش حتى عن زي اللي عندي انا في البيت او كده، لا يعني دي كتيبات صغيره. حتى جاي لك اللي هو الديور والبرادا واللي هي كل اي حاجه ترند نازله فتلاقيها هنا تحفه. الاشكال يا بنات انا بصراحه ما شفتهاش في مكان تاني. يعني عندك شوفوا بصوا شكل الكتاب ده، اللون البيبي بلو مع الكافيه يهبل يجنن يجنن حرفيا يعني. دي شكل الكتيبات. هنا بقى عندك شكل طبعا النتيجه ما فيش غنى عنها، وانا بصراحه عايزه اغير النتيجه بتاعتي، عايزه اجيب واحده لان مكه مش سايباني. شكلي ممكن اجيب اللي هي الاسود دي تحفه، هي ورق وبتغير يا بنات بالشكل بتاع اليوم وكده. انا طبعا انا كان عندي دي تقريبا، عندي كل الاشكال النتائج كلها. عندك هنا هتلاقي علبه المناديل بشكل هوم سويت هوم، هنا بشكل المناديل دي كلها. بصي شكل العلب بتاعه المناديل، سواء انت بتحبي الحاجه جولد او ابيض سيلفر اسود، هتلاقي الاشكال كلها. حابه حاجه تكتبي عليها او مكتوب عليها يبقى الثانيه. بصوا بقى القطعه دي ممكن تحطيها في النيش او على مثلا عندك في اي مكان، هتبقى حلوه قوي. انا اول مره اشوف بصراحه الحاجات دي او القطع دي، بس ده تقريبا شكله رخام. في شكل هنا تاني هو للنتائج، في واحده ب 250 ودي سعرها حلو. دي عندي دي اللي فيها اللون البيبي بلو، دي عندي ودي عندي. ده بقى اللي قمر قوي، مدي البيج مع الابيض مع برضو حلوه 250 مع شكل اللي هو العلم ده، جميل جدا جدا جدا. بصوا بقى هنا كده كمان شكل الحاجات دي جميله قوي قوي قوي. شكل البلوره فوق الحاجه الجولد قمر قوي. بصوا بنات هنا صينيه بقى وحطيت فيها الشمعدان. بصوا بنات شكل الشمعدان ده نازل جديد اللي هو شكل الرخامي. وبعد كده هنا هتلاقي الصباره هنا كمان. بصوا ده روعه، اللهم بارك اللهم بارك، روعه لان اساسا شكله شفاف، ازاز شفاف عامل 1150 كريستال يا بنات. هنا كمان شكل الاناناسه في النص حلوه قوي. ده شكل تاني برضو، ده شكل تاني للشمعدان مع الصينيه، تحفه يا بنات بجد ما شاء الله. المشكله يعني عارفين اللي هو مميز المكان ان الحاجه مش دارجه، الحاجه شكلها ستايل حلو قوي بصراحه ومش دارجه. بصوا عندهم عشان سالتوني كتير الترابيزات الاستانلس، هو عنده كتير ستانلس. عنده كمان بتاعه الشاي بتاعه التي دي زي بتاعتي اللي هي البيج دي زي بتاعتي، ناخدها برضو من عنده. فبصوا اشكالك كلها اهو الاستانلس، قاعدين تقولوا لي ستانلس اهو بتاع الترابيزات كلها عنده يا جماعه. والخامه تحفه، خامه تحفه. ده شكل الاناناس يا بنات، عارفين الطبق الاناناس بنحطه كده للتقديم او كده ب 250. في عندك السيلفر، في عندك الجولد كمان. هنا عنده يا جماعه اللي هو الشكل الرخامي ده، شكل كده القفص بتاع العصفور، فحلو قوي. فان شاء الله هتيجوا هنا تنبسطوا جدا. في كمان نجف، هسيب لكم ان شاء الله اللينك تحت بحيث ان انتوا تتواصلوا معاهم، او رقم الواتساب لو اي حاجه عجبتكم يا بنات تاخدوها سكرين شوت وتبعتوا لهم.